السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أهلا بكم وبكل المتابعين حبايبي اللي دايما ببقى عايزة أفيدهم بأي حاجة من الحاجات اللي أنا أعرفها، وبأي حاجة ممكن تعمل لك تدبير، تعمل لك توفير. قلت أعمل لكم. أنا بعمل الشاورما حلوة جدا يا جماعة، وبتنفعني وبتنقذني في حاجة سريعة كده، غدا سريع في وسط الأسبوع أو يوم الجمعة لو عايزة سندوتشات سريعة للأولاد وكده، بتنفع جدا جدا. فبصراحة الوصفة اللي هلاقي نفسي بعرف اعملها كويس وولادي مبسوطين منها وبيقيموها، لان انتوا عارفين ان ولادي كبار بياكلوا بره طبعا، فبيقيموا الاكل بتاعي بالنسبه لبره عامل ايه، فيقولوا لي يا ماما دي احلى من بره، دي زي بره، لا دي مش قوي زي بره. فطبعا من الشاورما هي من ضمن الحاجات اللي الولاد بينبسطوا منها جدا، وبتبقى عباره عن اكله كويسه وسريعه، ما بتاخدش اي وقت ولا اي مجهود. ان شاء الله تعجبكم وتجربوها وتستفادوا منها باذن الله. احنا عندنا المقادير كلها قدامنا هنا، عاملاها لكم ومجهزها قدامكم علشان تشوفوها خطوه بخطوه. اولا ادى الفراخ، والفراخ دي انا بحب اجيبها كده جدا، اللي هي الفراخ البانيه، بطلبها مش متقطعه شرايح، يعني شايفين بتبقى عباره عن كده اهي، قطعه سليمه زي ما هي. ده نص كيلو بالظبط، ده نص كيلو. القطعتين بتوع الصدر دول نص كيلو. في ناس بتجيب الفراخ في البيت وتخليها بنفسها، بس هي انا حسبتها في الفرق وفي الميزانيه وكده، هي بصراحه. فانا بحب اجيب الفراخ دي تقطعيها بقى، تعمليها زي شاورما، تقطعيها تعمليها اللي هي قلت لكم قبل كده الفراخ اللي هي سويت اند ساور، تعمليها اي مكعبات كده وتطبخيها، بتبقى بتنفع. لان في وصفات بتحتاج الفراخ تبقى قطع تخينه مش زي البانيه الشرايح، وبطلب بانيه برضو، بس دي بستفاد منها اكتر بكتير. عندنا طبعا علبه البهارات اللذيذه بتاعتي اللي وريتها لكم قبل كده، دي بقى اللي فيها جميع البهارات بتاعتي، سهل عليا اجيبها قدامي كده واحطها وهوب بسرعه 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 اخد منها البهارات اللي انا عايزاها. وطبعا كل حاجه مكتوب عليها هي جواها ايه علشان طبعا ما اتلخبطش. وهنستخدم كمان طماطم وفلفل اخضر وبصل. الفلفل الالوان ده اختياري، يعني انا لو عندي فلفل الوان بحط، ما عنديش فلفل الوان ما بحطش فلفل الوان طبعا خالص، عادي، مش شرط. لما بيبقى فيه السوق والموسم بتاعه اسعاره رخيصه بجيبه بصراحه، لكن لما بيبقى اسعاره زياده وغالي مش بجيبه خالص، فده ممكن نستغنى عنه تماما. خليكي في الفلفل الاخضر والطماطم والبصل. الملح طبعا ده اكيد. انا عندي طبعا في ناس بتحط لها ليا، وده من اساس المحلات بيحطوا لها ليا او نسبه دهون عاليه. انا مش بحط خالص خالص، عشان عندي الولاد عايزين اكل خفيف واكل صحي، عشان هم ماشيين نظام دايت شويه، فطبعا مش عايزين اي دهون ولا اي حاجه خالص. هنيجي مع بعض دلوقتي ونشوف الطريقه ايه. الطريقه اسهل منها مفيش. اول حاجه هناخد الفراخ وهنقطعها شرايح صغيره خالص. هنقطع الفراخ دي شرايح رقيقه جدا، مش يعني زي ما تحبي، عايزه بتحبيها تخينه شويه اعمليها، بتحبيها تتقطع رقيقه قوي يعني او رفيعه قوي اعملي. بصوا اول حاجه بنشيل الحته اللي هي دي، بيسموها الفليتو، الحته الفليتو اللي في صدر الفرخه دي بتبقى ناعمه جدا جدا، بس انا اقطعها برضو. في ناس بتشيلها تبقى اكلات، بس هي اصلا النص كيلو مش مستاهل ان انت تشيلي منه حاجه اصلا عشان يكفي ويبقى يرمي معاكي كتير طبعا. اهو بنقطع كل كده الفراخ الاول، وهنتبلها شويه في التتبيلات اللي انا هقول لكم عليها. وعلى بال ما تتبل نكون غسلنا الخضار ده، غسلناه كويس جدا وقطعناه كويس جدا شرايح برضو كلها، وتكون الفراخ اتبلت في التتبيله بتاعتها شويه. طبعا الفراخ دي مغسوله حلو قوي قوي قوي، انا عندي هستيريا اصلا من غسيل الفراخ. فالفراخ دي مغسوله طبعا بالملح وبالخل وبالدقيق، الثلاث حاجات دول لازم اغسل بهم الفراخ. فراخ بقى كده متقطعه وفراخ بعضمها، هم الثلاث حاجات دول بنغسل بيهم الفراخ طبعا، عشان البنات الجميله اللي لسه مبتدئه. بصوا انا بعمل معاكم واحده واحده اهو علشان تعرفوا ايه التقطيع قد ايه. بصوا التقطيعه اهي، عايزه اكبر من كده ماشي، عايزاها طويله زي المحل هما بيعملوها طويله ورفيعه، يعني في المحلات هتلاقيها متقطعه كده تمام. طبعا هي لسه بتكش شويه لما بتتحط على النار. خلاص هنقطع بقى كل الكميه بالطريقه اللي انتوا شفتوها دي. انا بقطع بسرعه بسرعه كده علشان ما اطولش عليكم الوقت. عايزه اقول لك معلومه حلوه جدا، وانت بتقطعي حاجه زي كده، وانت بتقطعي علشان ايديك ما تتعورش لازم صوابعك تبقى متنيه اهي.
وتقطعي براحتك وصوابعك متنيه، عمرك ما هتتعوري، عمرك ما هتتعوري اهي. لكن في ناس فجأة وهي بتقطع تلاقي السكينة جت على ايديها من هنا او صباعها من هنا وعورته. ليه؟ عشان انت بتبقي سايبه صوابعك مفروده وانت بتقطعي. مهم قوي قوي انت بتقطعي تبقى مدخله صوابعك كده لجوه. بتقطعي اي حاجه بقى، خضار، سلطه، بصل، اي حاجه، فراخ زي كده، لحمه، يبقى صوابعك ايه؟ متنيه لجوه وانت بتقطعي كده الحاجه. عشان كده يا جماعه دايما لازم ضوافرنا تبقى نظيفه تماما. مش بحب انا البس جوانتيات ولا الكلام ده، لكن نظافه ايديكي ونظافه ضوافرك مهمه جدا. شايفين ايدي؟ فالسكينه اما بتنزل هتنزل كده، لكن انت فارده صابعك كده وعماله وسرحانه وبتقطعي هتروح نازله على ايديكي لا قدر الله وتتعوري طبعا، وكلنا بنتعور من المطبخ. كده خلصنا تقطيع الكميه كلها. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. شايفين عطيانا كميه قد ايه؟ يعني كده دي الفراخ لوحدها من غير لسه ما هنحط عليها كل الكلام ده. فهنحسب دلوقتي نص كيلو الفراخ هيديكي كام ساندوتش؟ هيديكي عدد كبير جدا من الساندوتشات، والولاد هينبسطوا ويبقوا مبسوطين طبعا علشان هم بيحبوا الاكلات دي. وهنعمل معاها توميه، بس التوميه هعمل لكم بقى فيديو ليها لوحده. انا بعمل التوميه هي بتاعه المحلات بالظبط، مفيش اي فرق، وبتكلفه اقل ما تتخيلوا. انا يعني بصراحه اتصدمت لما عرفت ان هي بتتعمل بالطريقه دي وانها ما بتتكلفش خالص كده. امال ليه بتتباع غاليه بره؟ هعملها لكم في فيديو لوحده ان شاء الله. دلوقتي بقى قبل ما هغسل الخضار واقطعه لازم اغسل ايدي كويس جدا، عشان اللحوم غير الخضار. وكمان حاجه معلومه حلوه قوي ومهمه جدا، القطاعه اللي بتقطعي عليها اللحوم والفراخ ما تبقاش هي القطاعه اللي بتقطعي عليها الخضار. عشان كده انا جايبه اللي هي البلاستيك دي مش الخشب. البلاستيك دي عمليه جدا جدا، بيتباعوا كده 5 مع بعض، كل واحده لون مختلف، علشان كده بيسهلك انك تحفظي. وعليها رسمتها كمان، يعني عليها رسمه فرخه، عليها رسمه خضار، عشان يقولك تقطعي عليها ايه. فدايما القطاعات يا جماعه ما تستخدموش نفس القطاعه لكل حاجه. وقبل ايدك ما تروح للخضار لازم تكون مغسوله كويس جدا. هروح اغسل ايدي بقى دلوقتي واغسل الخضار ونقطعه ونكمل الشاورما بتاعتنا. خلاص كده انا قطعت لكم الخضار على القطاعه الخاصه بالخضار اهي زي ما اتفقنا، وحاطه البصل على جنب لوحده لان ده بيتحط في الاول. بعد كده الفلفل، واخر حاجه الطماطم. انا عامله طماطم قليل قوي قوي لان مش بنحب الطماطم فيها كتير، يعني اقل حاجه تحطيها فيها هي الطماطم. الفلفل حطي زي ما انت عايزه، البصل حطي زي ما انت عايزه، بس لازم طبعا يبقى في نسبه وتناسب بين كميه الفراخ وبين الخضار علشان ما تبوظيش الطعم في النهايه. تمام. هنبدا بقى كده نشوف هنعمل ايه. احنا نجيب الخل، اهم حاجه طبعا الخل، علشان ده بيساعد على التسويه بتاعه الشاورما اصلا. بصوا بقى، ولا زبادي ولا مش زبادي ولا، اصلا العمليه مش ناقصه تكلفه. نقتصد يا جماعه. في ناس بتحط لها زبادي علشان يعني خلاها طريه وكده، لا هي مش محتاجه والله، هي كده كده تبقى طريه لوحدها. وهنجيب الملح، طبعا الملح ده حسب الرغبه. في ناس بتحب الاكل مملح بزياده، وفي ناس بيبقى وسط حلو، لكن مملح بزياده ده لا. فلفل اسود طبعا اكيد، اي فراخ لحمه لازم شويه الفلفل الاسود، رشه الفلفل الاسود كده. وبعد كده بهارات فراخ طبعا او بهارات شاورما، يعني في عند العطار بهارات شاورما. بص انا بحط كده من العلبه المحندقه الجميله بتاعتي دي، مش بكتر. بهارات فراخ او بهارات شاورما بتتباع، بهارات اسمها بهارات شاورما عند اي عطار، ومش غاليه ولا حاجه. انت بتجيبي ب 10 جنيه ب 5 جنيه، بتبقى عندك تكفي كذا مره. لا ده سماق طبعا، عارفين انتوا السماق واستخدامات. هقول لكم على استخدامات. انا عايزه ايه تاني؟ انا عايزه سنه قرفه طبعا، اهي سنه قرفه. انا مش بقدر اقول لكم العلب دي مسهله عليا حاجات كتيره ازاي. اهم نوع بهارات في الشاورما اللي بيديكي طعم بره هو الجنزبيل. الجنزبيل يا جماعه اكتر بهار بيديكي طعم الشاورما بره. في كمان الشاورما السوري بيبقوا متقلين قوي 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 الجنزبيل، لدرجه طعمه بيبقى باين جدا يعني جدا. فاحنا هنحط هنا ايه؟ جنزبيل. حاولي تزوديه شويه عشان هو ده اللي بيدي الطعم بتاع الشاورما السوري بالذات. تمام. عايزه بقى انا ابشر ايه؟ ابشر جوز الطيب. بص انا لازقه ايه على التلاجة، المبشره الصغنطوطه بتاعتي دي هي دي اللي ببشر بيها ايه؟ جوز الطيب بتاعتي. فعلشان هي صغيره ممكن تضيع منك في مكان، هي انا شاريها كده بالمغناطيس وبتعلقيها على التلاجة علشان طبعا ما تضيعش منك كل شويه. انا هبشر سنه بس كده ايه
من جوز الطيب، بحب طعمها في الاكل. بس كفايه كده قوي. خلاص كده الخلطه بتاعتنا جاهزه جدا يا جماعه. وايه خلاص هنحط بقى احنا كده الفراخ فيها. هننزل بالفراخ بتاعتنا. بصوا ميزه دي القطاعه دي، شايفه؟ تشيلي كده وتتني وتعملي، سهله قوي في الاستخدام عن الخشب. بس كده كلهم نزلوا خلاص. وهتقلبي بقى كله وتسيبيها شويه. طبعا دي كل ما تعمليها من بدري كل ما هتبقى احسن وافضل. تقعد في التتبيله دي فتره طويله كده هتبقى احسن وافضل. طبعا انا عادي لسه بدري، فانا هسيبها شويه كتير حلوين كده مع نفسها تتبل. اهي كده جاهزه وخلاص. هسيبها شويه تتبل، بعد كده نسوي على النار بقى. كده مرحله التسويه بقى. هجيب طاسه وهحط فيها شويه زيت. انا بحب استخدم الزيت جدا في اكل كله، زيت ذره او زيت عباد. لو حاولنا قدرنا نبعد عن السمنه اللي هي النباتين اللي في العلب، روابي وكريستال ومش عارف الانواع دي كلها، يا ريت يبقى كده افضل لينا كتير جدا جدا جدا. فيا ريت ان احنا نحاول نبعد عن السمنه المهدرجه دي. انا كله اللي هي الزبده البلدي والزيت. حتى الكيكه بتتعمل بزيت الذره بتبقى هايله واحسن من السمنه كمان. فانتوا استخدموا زيوت خفيفه جدا وصحيه جدا. لقيت السمنه دي واكتشفت ان هي ملهاش اي لازمه بصراحه في الاكل نهائي. هقول لكم على معلومه تانية حلوه قوي. ناس كتير بتشتكي لما بحط فراخ نيه في الطاسه بتلزق، الفراخ بتلزق. لا، عرفت معلومه حلوه قوي، ان انتي تحطي رشه ملح كده بايديكي كده، رشه ملح كده اهو قبل ما تحطي الفراخ على الزيت، مش هتخلي الحاجه تلزق معاكي. تمام؟ طيب هننزل بقى احنا كده بكميه الفراخ بتاعتنا، بس واحده واحده علشان ما يبقاش كتير على بعض. يعني بصوا كده جزء كده علشان تاخد الصدمه. مهم قوي الفراخ تاخد صدمه على نار عاليه. شايفين مش بتلزق ازاي؟ مع ان الطاسه الومنيوم مش كبار اهو. مهم قوي جزء كده. علي النار على الاخر. بصوا دول كده اخدت لون ابيض من الناحيتين كده. خلاص احنا قفلنا مسام الفراخ. نحطهم على جنب كده وننزل بالباقي. كل ما كانت الكميه قليله المسام بتتقفل بسرعه اهي عشان تتفرد كده في الطاسه. اهم حاجه تاخدي خطوه دي. شايفين اللون اهو؟ شايفين الفرق بين اللون ده واللون ده؟ ده خد الصدمه والجزء ده لسه ما خدش الصدمه. هنخلص بقى كل الكميه كده. خلاص كلها خدت الصدمه وغيرت لونها. هنجيب بقى الخضار، وقلنا اول حاجه هنحطها هنحط البصل. شفتوا بقى القطاعه العسل دي؟ سهله كده، تشيليها كده وتروحي بيها اي مكان، تتنيها كده وتفضي. اول حاجه البصل. بس كده بقى هنغطيها ونسيبها لحد ما تقريبا تستوي تماما. متاخدش 10 دقايق هتستوي كده تماما. وبعد كده هنحط الفلفل ياخد غلوتين بس، اللي مش عايزينه مهري قوي، عايزينه يا دوب ايه يعني يكون في مضغه كده بسيطه. هنجيب غطا بقى ونغطي بيه ونشوف الخطوه الثانيه. بسم الله الرحمن الرحيم. واو، شايفين بقى كده نشفت ازاي؟ خلاص كده نزلت ميتها، والبصل نزل ميته وشرب ميته تماما. انا عايزه اوصل لمرحله سامعين صوت الخرفشه دي؟ هي دي اللي انا عايزه اوصل لها. هنضيف بقى الفلفل دلوقتي. هذا الفلفل كله، ونسيب الطماطم شويه. هذا الفلفل كله بس. تقريبا كده
مش عايزه اقول لكم ريحه الجنزبيل عامله ايه. ريحه الجنزبيل في الشاورما زي بتاعت بره بالظبط. شايفين الفلفل لونه جميل ازاي؟ هنغطيها تاني ونسيبها بقى لما الفلفل كده يدبل شويه وينزل سنه من الميه بتاعته، بس مش هنطول عليه طبعا عشان يفضل ايه القرمشه اللي فيه موجوده. عدى شويه كده فتره كويسه، اجيب معلقه كبيره كده اقلب بيها. بسم الله بسم الله اهي. سامعين الصوت اهو؟ ده بقى اللي بيديها ايه، انها بتاخد لسعه كده من الطاسه، فتبقى عامله زي الايه اللي بتتعمل على العمود اللي بيعملوه ده في المحلات كده. بقت تمام، مش ناقصه غير ان هي تاخد الطماطم كده. بصوا يا جماعه ما شاء الله زي الفل. نحط بقى اخر حاجه الطماطم. شويه طماطم صغنطتين خالص، اللي عايز يكتر بيكتر عادي، وانا مش بحب اكتر. هو ناقص بقى المفروض رشه بقدونس متقطع كده ناعم، بس انا بصراحه ما لقيتش عندي بقدونس، فما فيش مشكله. هو بيفرق في الشكل بس، لكن هو البقدونس مش بيدي طعم ولا حاجه، هو بيفرق بس في شكل الشاورما يعني. رشه بقدونس كده متقطع وخلاص. شايفين بقى الحلاوه كده؟ الشاورما جاهزه جاهزه للاكيله. ارفعها لكم كده. الريحه يا جماعه تجنن تجنن تجنن. يلا بقى عشان نعمل السندوتشات. خلاص خلصت. عايزه اقول لكم هي لونها احلى من يعني الكاميرا يمكن مش جايبه لونها الطبيعي قوي يعني. وادي التوميه بتاعتي هي اللي قلت لكم هقول لكم وصفتها. التوميه دي بقى بصوا حتى شكلها ولونها والسمك بتاعها زي بتاعت بره على طول. انا دايما العلبه دي ملياها كده واحطها في التلاجة عندي عشان الولاد عندي بيحبوها جدا. تعالوا بقى هنعمل السندوتشات. هتفتحي الفينو هتحطي توميه، اللي ما بيحبش توميه خلاص يعني. انا عندي زوجي بيحب الطحينه اكتر فعامله له طحينه، بس هي توميه. وبعد كده هنحط من الشاورما. وبألف هنا وشفا على قلوبكم كلكم، يا رب تجربوها وإن شاء الله هتعجبكم. وعايزة رأيكم في الفيديو في الكومنتات كده، تقولوا لي رأيكم إيه. ما تنسونيش في اللايك وتقولوا لي هي أنفع ولا ما أنفعش. مستنية رأيكم، وإن شاء الله اللي يجربها يقول لي. السلام عليكم.